يا مساء النور أو صباح النور على حسب امتى ما تشوفوا الفيديو. هلا حبايب قلبي، سوري يعني ليا فترة ما نزلت فيديو على القناة فاعذروني. يعني أنا عايشة لحالي، ما عندي روتينات في البيت عشان أنزل لكم كل يوم روتين. المهم الفيديو هذا سجلته على يومين أو 3. هذا يوم الجمعة. يوم الجمعة صحيت من الساعة ممكن 3 أو 4 قبل الفجر. المهم فأول ما صحيت كده بعد ما طلع النهار صحيت، وضعت قرآن، نظفت الشقة. ما صورت معاكم كيف نظفت الشقة، ونظفتها كلها. هنا شوف الساعة 8:25. أنا كنت مخلصة كل شيء، نظفت الشقة، طلعت السجاد في البلكونة، نظفت هذا حمام مال الضيوف، غرفة النوم، المطبخ، كل شيء. هذا مال البخور ومال نعالاتي وشوزاتي. وهذه البلكونة فيها السجاد، وهذوكم دواسات مال الحمامات، وغرفة نومي كمان نظيفة وفاتحة الشباك. كل شيء متنظم ومترتب. وهذا المطبخ، طبعا المطبخ دايما ايدي فيه، فدايما نظيف ومترتب. تعالوا ندخل على اول طبخة راح اعملها معاكم. هي كباب دجاج. تعالوا نشوف شو مكوناته. بصل، اخذت حبة كبيرة وحبة صغيرة، وفلفل الوان، وشو اسمه بقدونس وفلفل سبايس. شوف البقدونس اذا ما متفرز عندك فخليه، يعني حطيه في الاخر، ما تضربيه في الكبة. بس انا عشان متفرز فوضعته في الكبة عشان بعدين اصفيه. تعرفوا الشي متفرز ينزل مي، فوضعته مع الفلفل والبصل والفلفل هذاك الاخضر الطويل سبايسي، هذاك حراق. والتاني هذاك الفلفل الالوان طبعا دايما يجي مع سبايسي، يعني ما فيه طعم الحار ولا شيء. بس راح اضرب الخليط هذا، وبعدين احط الدجاج كمان، راح اطحنه. هذا الدجاج هذا 2 صدور دجاج صغير يعني ما كبير. راح تشوف الكمية بعدين اللي راح ينزل ليها. شوف كمية المية اللي نزلت من الفلفل والبصل شو تاني والبقدونس. راح تشوفوا كمية المي. طبعا لازم تصفوه كتير حلو عشان بعدين تعرفوا تشكلوا الكباب مالكم. إذا كان راح تسووه مشوي، كان راح تسووه في الفرن، على حسب شو تريدوا انتو. المهم راح صفيه كتير حلو. طبعا إذا ما عندك في توم متفرز فأحسن تحطي التوم يعني حب، فتطحنيه مع الأشياء اللي أنا طحنته. بس أنا مسوي معاكم تفريز الثوم، فعندي في ثوم متفرز، فراح أحطه بعدين على طول مع الخلطة الدجاج والفلفل والبصل هذا كله. أنا ما محتاج إني أضربه في الكبة ولا شيء. بس كده. في هذيك الفلفلة الحمراء جلست ما ضربت في الكبة، فبعدين راح شيلها. الحين أنا شايفتها وعاملة نفسي ما شايفتها بس بعدين راح شيلها، بعدين راح طلعها من الخلطة. عاملة نفسي ما شايفتها أنا الحين، بس أنا شايفتها. المهم أنا راح أروح ألبس قفاز عشان الفلفل اللي في الخلطة سبايسي، وراح أحط كمان فلفل أحمر مطحون سبايسي، فراح أروح ألبس قفاز. هنا راح أحط ملعقة كبيرة توم. لو ما عندكم ثوم مفروم متفرز فاضربوا ثوم مع الخلطة هذه، فلفل والبصل مثل ما قلت لكم. عن جد يعني طعمها تحفة وريحتها تحفة، وراح أقولكم بعدين شو سبب الريحة والطعم. ولازم تعتمدوها في أي مشويات، لأني أنا سويته على الجريل، فيعني كلها ملعقة ونص زيت أو ملعقة كبيرة زيت. المهم هو كان المفروض أطلع ملعقة من قبل، لأنها ما مشكلة. هو جلس، تعرفوا كم جلس عندي في الثلاجة؟ جلس ساعة ونص. لازم ترتحوها الخلطة هذه في الثلاجة أقل شي ساعة. طبعا راح نيجي للبهارات. هنا شو وضعت؟ أنا وضعت زنجبيل مطحون، وضعت فلفل أسود، وضعت ملح، وضعت كزبرة ناشفة،
كل شيء وضعت منه ملعقة صغيرة، وفلفل أحمر مطحون سبايسي. وشو تاني؟ أي أهم شيء اللي عطى ريحة وطعم وش ما أقولكم، هو دايما أخبركم عليه البرطمان اللي عندي اللي في المشويات، هو رقم 1، هو الإكليل والزعتر والنعناع. أنا الثلاثة هذا منشفتنهم وطحنتهم ووضعتهم في برطمان استعملها دايما للمشويات. هذه كزبرة، راح تشوف اللحظة بس اهو، هذه فيها إكليل وزعتر ونعناع ناشفين ومطحونين. هذا اللي يعطيكم طعم للمشويات، طعم تحفة والله العظيم. بس خبرتكم لبست قفاز عشان سبايسي، وراح أدمج الدجاج مع الخلطة مع البهارات، وبعدين بحطها في الثلاجة، ما في الفريزر، أحطها في الثلاجة من تحت. صراحة أنا خليتها أكتر من ساعة ونص. لو تريدي بالليل تعمليها والصبح تسويها، لو تريدي بعد نص، المهم لازم ترتحيها شوي عشان بعدين لما تشكليها تتشكل معك. جالسة أفتح في الثوم، ليش قلت لكم يا ريت طلعت الثوم قبل، يعني ما أطلع البرطمان كامل، لا طلعت ملعقة قبل لأنه كان متلج. طبعا ما متلج كتير، بس أسوي له بإيدي كده ينفتح. اهو شايفينه، بس هو راح يجلس في التلاجة فبعدين راح يكون اوكي، يعني ما فيه ولا مشكلة. هو كان ناقصه شوية يعني فلفل احمر، بس انا وضعت فلفل سبايسي، والفلفل الاحمر مطحون عندي سبايسي، فخفت تكون واجد سبايسي حراقة يعني، فقلت معلش يعني خلاص. بس انت مخلي اللون يكون معاكم احمر. انا غلطي اني وضعت فلفل سبايسي، لو ما وضعت الفلفل كنت زودت لون الاحمر، الفلفل الاحمر مطحون، كان اللون راح يكون احمر وحلو. هي الحين راح اطلع الفلفل من قبل ما ابدا وهي زعجتني. بس كده، وراح دخلها للثلاجة. طبعا غطوها عشان ما تطلع ريحة للاكل او الفواكه اللي عندكم في الثلاجة، وتخلوها اقل شيء ساعة، ساعة الا ربع. لو معك وقت سويها بالليل والصبح اعمليها، او اول ما تصحي الصبح، ولو راح تطبخي الظهر يكون اوكي. شوفي التشكيلة اللي راح تشكلينها على كيفك، تريدي تشكلي على ايد معلقة، تريدي تشكلي على سيخ، تريدي سيخ، تريدي تشكلي على ملعقة خشب، هذه حرية شخصية انت وشو الحجم اللي تريديه. انا حبيت اعملها حجم صغير لاني انا اخذتها وطالعة بجلس مع صديقتي في السيح معاها أطفال، فقلت أسويها شكل صغير عشان الطفل لما ياخذ قطعة ياكلها، يعني ما ياكل تكون قطعة كبيرة، ياكل شوي ويرمي منها. طبعا المي اللي نزلت من الفلفل والبصل شو اسمه والفلفل الألوان، وهذه أنا ما رميتها، هذه أنا شكلت بيها. يعني تحطي ايدك في المي مال البصل هذه، وبعدين تاخذي شوية دقاق بالخلطة وتشكلي على خبرتكم هذه على شو راح تشكلي. هذه حرية، تريدي كبيرة، تريدي صغيرة، تريدي متوسطة، على حسب. وأنا وكمان الطبخ على حسب، تريدي تعمليها على جريل، تريدي في الفرن، تريدي تشويها على الفحم، طبعا هذه على حسب. هي أنا بشكلها، شايفين لونها ممكن، مع أني ما حطيت كركم، بس الصفار هذا جاي من الفلفل والبصل، أنا ما وضعت كركم للأمانة يعني. هذا 2 صدور دجاج صغير ما كبير، هذا الصحن بعدين راح تشوفوا اتملى يعني ما شاء الله. مع اني شايفين هذم اللي صورتهم معاكم حسيت اني عملتهم 200 يعني غلاظ، كان ممكن يكونوا اقل شوية من هذا يعني. انا وضعت في الجريل وقفلت عليهم عشان ينطبخوا بسهولة، يعني ما تكون من داخل ما مطبوخة ومن برا حمرة. شوفوا الكمية كيف، هذا الصحن كله بسم الله ما شاء الله. جبت الجريل، وهذه الجريل والله انا انصح اي وحدة اذا ما جابت هذا الجريل تجيبه،
إذا مشويات تشوي عليها، إذا راح تقفليها فراح تتقفل مثل حلة الضغط. لو دقاق 5 دقايق ويكون الدقاق ناضج. بس فيها عيب واحد، إنها ممكن أنا مع الركنة لأني استعملها مرة في شهرين 3، كل ما أفتحها أحس إنها فيها ريحة قوية، فكل ما تيجي تستعمليها غسليها كتير حلو، لأنها لما تقفليها يكون قفلها مثل حلة الضغط بالضبط. شايفين هذاك البلاستيك، هذاك هو اللي يتحكم فيها. بس وضعت ملعقة كده كبيرة زيت، وهذه هي الكمية الزيت اللي استعملت بيها، الكمية كلها مال الدجاج، ما زودت بعدين أبدا. وكل ما طبعا هي بتكش يعني بتنقص الحجم مالها، كل ما تقل كده أنا بزود كمية لحد ما يعني ممكن أخذ معايا. المرة التانية سويت 3 بس، هذه مرة، ومرة تانية فيها 3 بس. فللأسف أنا مظهر الأخير من الكباب ما صورته. ليش؟ لأنه هذا يوم الجمعة، ويوم الجمعة هذا قبل المغرب أنا فقفل علي الكهرباء مع المكان كله، بس على شغتي لأني عندي مشكلة في العداد مع الكهرباء، فما كملت معاكم. أنا راح تيجي الصورة ضلمة شوية، فقلت خلاص ما مشكلة، لأن راح تشوفوا يعني بعدين في الفيديو هذا أو بعد أهو تشوفوا يعني الشكل يحكي عن نفسه. بس الريحة في الشقة كاملة بسم الله ما شاء الله، ريحة الإكليل والزعتر والنعناع، هادم ال3 لازم تعتمدونها في المشويات. تعالوا أنا مشتهية من كم يوم أسوي فطاير تونسية. راح اختبر الخميرة، جبت ملعقة كبيرة خميرة فورية مع الخبز، وملعقة كبيرة مع السكر. راح احط عليهم مي ما مغلي. شوفوا المي المغلية بتقتل الخميرة، انا جربتها قبل واقول ليش ما اختمرت، وهي طلعت ان المية كانت سخنة كتير. المية السخنة كتير بتقتل الخميرة، لازم تكون المية تقدري تستحمليها لما تنزلي صبعك. وضعت اختبرها في الكاس مع انها عارفة انها اوكي. وضعت هنا كمية الطحين ممكن 400 جرام، خلينا نقول 400. هنا خليتها ممكن 5 دقائق 10 دقائق، فطلعت الخميرة اوكي الخميرة. فنزلت الخميرة مع السكر مع الطحين، وراح احط ملعقة صغيرة ملح. هذا هو المكونات مال الفطاير التونسية. وراح اعجن بالمي، مية مغلية، مية دافية شوية، ما راح اعجن، راح تشوفوا راح الم العجين بس. احلى شيء في هذه الوصفة انها ما تحتاج لا عجان ولا انك تتعبي في العجن ولا شيء، لا. انا راح اجمع العجينة واخليها تختمر ربع ساعة، بعدين راح ارجع وتشوفوا كيف راح. بعد الربع ساعة انا راح اعجنها. الحين بس جمعت الخليط بس. شايفين انا بجمع بس، شوفوا جمع الحروف وبس وكده خلاص. راح اغطيها واحطها في الميكروويف لانه اكتر مكان دافي. وهنا بعد ربع ساعة راح احط شوية زيت على ايدي وراح اعجن. وانا وضعت فوطة لان الحلة اللي انا وضع فيها او هذه بتتزحلق. شوفوا من فوق لا تحت، من فوق لا تحت كده. هذه الطريقة اللي ما تخلي في ايدك عجينة، راح تخلي في ايدك كمية فقاعات، كمية هواء كده، تدخلي الهواء في العجين فوق لا تحت، من فوق لا تحت. على فكرة انا قفلت الكاميرا وجلست ممكن 5 دقائق او اكتر وانا اسوي هذه الحركة. يعني انا لميت العجينة بالمي والسكر هاي شوفوا بعد ما اختمرت، يعني لميت الطحين بمي وسكر وخميرة فورية ورشة ملح، لميتها بس وخليتها تختمر ربع ساعة. بعدين عجنتها بهاي الطريقة من فوق لتحت، وخليتها المرة الثانية تختمر ساعة كاملة. يعني اختمرت الحين ساعة وربع. برجع ادخل فيها الهواء مرة تانية اهي بهاي الطريقة من فوق لتحت. ما تعجنوا على الرخامة مثل كأنه خبز، لا،
هاي الطريقة بتخليها كلها فقاعات، وبتشوفوا في آخر الفيديو كيف راح تكون معي. بس الحين راح أجيب الصينية وراح ما نظفت ايدي سوري هنا، لأن تليفوني كان فاصل شحن، فقلت خليني أصور هذا المقطع. أهو راح قطعها. هي كم سوت معي؟ سوت معي 5 فطاير، حجم ما صغير وما كبير، حجم وسط. سوت معي 5 فطاير بسم الله ما شاء الله، حجم وسط وحلوين. الوقت اللي أنا وضعت فيه التليفون يتشحن شوية وضعت غسلت المقلة ووضعتها على البوتاجاز وخليت الزيت يسخن. هي أخذت لها ممكن 10 دقائق كمان راحة، يعني 1:15 و10 دقائق. شوفوا هي هذه الفطاير ممكن حتى تعملوها بالليل والصبح، تعجنوها بالليل وتعملوها الصبح، يعني عادي. تحب أصل تاخذ وقت في التخمير. أي معجنات تريد أنها تاخذ وقت في التخمير، لكن طبعا لازم تدهنوا وشها بزيت وتغطوها عشان ما تسوي هذيك الطبقة الفوق ناشفة، تكون طبقة ناشفة. بس اهو دهنت وشها زيت، راح اغطيها بالفوطة هذه واروح احط المقلاة على الغاز على الطباخة واحط الزيت. الزيت يكون وسط، لا كتير ولا قليل، يعني وسط. اهو واجيب انا القطعة واجلس الف تلفي 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 لان ما تخلي الاطراف مالها، يعني اهو يعني الفيديو يحكي عن نفسه. ما اجلس الف فيها لان احس ان اللون من تحت صار يعني اخذت لون من تحت، احس ان بدأت تاخذ لون فاقلبها. راح تشوفوا الحين مع اني سرعت المقطع هذا 4 فاصل اتوقع. اهو شايفين انا احبها مقرمشة كتير، فباخذ زيت واحطهم في هذيك الثقب البيضاء. ما اعرف انا عندي هلواس من الحاجة ما مطبوخة كتير، يعني اقول ممكن يكون عجين داخل، بس هي لا، مستحيل تكون كده يعني. شايفين الفقاعات؟ انا والله سويت زوم للمقطع هذا واللي بعده، ما اللي بعده في مقطع اتوقع اللي بعده كمان سويت زوم، بس بعد الصورة بعيدة عشان تشوفوا الفقاعات والهواء اللي داخل العجينة، بس اتوقع انه واضح. بس اللون الكاميرا مغمقة اللون، ما كان كده، هو كان يعني حتى هنا حلوين. حلو حلو مشكلة، اللون كده حلو اوكي. بطلعها وانزل منها الزيت على اخر قطرة، يعني ما واضعة هناك مناديل مال المطبخ ولا شيء، ولا تحطوا اصلا ما يحتاج، بس لازم تجلسوا تنزلوا منها الزيت اللي فيها كله كده مثل ما انا سويت. ومرة تانية بحط قطعة تانية كده واجلس الف كده، وبعدين لما تاخد لون بلفها على الوش التاني بهذه الطريقة كده. بس هي تحب كده، يعني انتم بتشوفوا لما تروحوا محل ما الفطاير يجلس يلف فيها كده، يلف يلف. فهي الطريقة الحلوة والصحيحة. انا يعني ما اول مرة انا اسوي الفطاير تونسية للامانة، يعني انا دايما بعملها وتحفة، وانا معتمدة هالطريقة. وفي مرة انا عملت العجينة بالليل وسويتها الصبح وكانت تحفة كمان. راح اسوي معكم اخر واحدة هذه الثالثة. اهو تجلسوا تلفوا كده، ديروا بالكم لا تنزل من ايدكم والزيت يكون سخن. ما شاء الله، يعني انا لما قسمت القطع ما اخذت وزن ولا ميزان ولا على حسب، فاقول بسم الله ما شاء الله نفس الكبر ونفس الحجم. هذه اخر قطعة راح اعملها معكم، واثنين تانيين راح اعملهم مع نفسي.
لونهم تحفة تحفة والله، طعمهم وريحتهم في الشقة. أنا من عشاق المعجنات، ريحة العجينة في البيت أنا بتعطيني طاقة إيجابية، تعطيني نفس حلو والله العظيم. شوفوا ها هم الخمسة، لا واضعة مناديل. وشوفوا لما فتحت معاكم، فتحت أول واحدة عملتها عشان تشوفوا، رغم إن كل واحدة تجلس فترة تختمر بتعطيكم نتيجة أكتر حلوة أكتر. فشوفوا، رغم إني عملت زوم لهذا المقطع وما جاب الفقاعات مبينة، أتوقع مبينة الفقاعات في العجينة. بس هذا فيديو مالي حال اليوم، لا اعذروني، الله يخليكم على غيابي دايما على القناة. فأترككم في رعاية الله وحفظه، أشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.